ده جي شاب شغال موظف مبيعات في شركة كبيرة جدا، وفي اليوم ده قرر يروح الشركة بتاعته وهو موقف شعره. وعلى حظه اليوم ده بيكون في مدير جديد جاي لقسم المبيعات اللي هو موظف فيه، والمدير ده بيكون عامل اجتماع مع الموظفين بتوعه عشان يعرفهم قد ايه هو جامد وكده. وفي نفس الوقت ده بيوصل جي للمكتب، وجي بيكون متعود ان هو يعمل رياضة قدام مكتب المدير. وطبعا المدير اول ما بيشوف على الوضع ده بيسأل اتش ار مين ده، فقالت له يا فندم ازاي ما تعرفوش ده جي؟ فقال لها يعني ابن صاحب الشركة بابا جايبه يفسحه هنا ولا ايه؟ فقالت له لا يا فندم، ده الموظف اللي بيدخل للشركة 4 أضعاف الفلوس اللي بيدخلها باقي موظفين المبيعات مجتمعين. فقال لها البورس ده بيعمل ده كله؟ هو بيقف بعد كده المدير في المكتب مع البورصة لوحدهم، هو بيجيب الملف بتاعه وبيتأكد ان هو الموظف المثالي لمدة 3 سنين، وان هو من الاخر كده يعني اهم موظف في الشركة. فالمدير بعد ما بيخلص بص في اوراق جيب بيقول له يا ابني انت كده اهم مني. فقال له عيب يا بص ما تقولش كده، احنا شغالين بتوجيهات سيادتك. فالمدير هنا طلع ذكي وقرر ان هو يحتويه، وقال له يلعب رياضة ان شاء الله على المكتب بتاعه عادي. دي بقى تبقى سارة، وسارة كاتبة روايات رومانسية قبيحة، ومن ساعة ما نفخت شفايفها وصاحبتها كيلي هتموت وتخليها ترتبط، فتقريبا لفت على الحفلة كلها عشان حد يرتبط بسارة. ولكن سارة برضه بتكون مش عايزة ترتبط، وطول ما هي مش مرتبطة ومش بتعرف تكتب روايات، وكيلي تبقى مديرة أعمالها والمحررة بتاعتها. فكيلي بتاخدها برضه في جولة كده تاني في الحفلة، وبتشوف ساعتها جي وبيكون بيشرح شوية ناس كده عن لوحة علمية بطريقة دكتور جامعي. وبعد شوية بتشوف جي تاني وهو بيشرح لمجموعة ناس تانيين بطريقة مختلفة تماما، وبلبس كمان تاني غير اللي كان لابسه. فالشخصية دي بتجذب سارة، ولكن فجأة بيختفي جي من غير ما تعرف هو مين ده أصلا. تاني يوم بتكون سارة قاعدة مش عارفة تكتب حاجة في الرواية بتاعتها، وبتراقب الإكس بتاعها واللي اسمه سامون لأن هو اتجوز. وطبعا سارة بتكون شايفة العروسة ياها وكده. في الوقت ده بيجي لها اتصال من كيلي، وبتقول لها إن هي ظبطت لها ميعاد مع واحد اسمه نيك، وإن هي لازم تروح الميعاد ده عشان ترتبط، وإلا هتفضحها في الشركة وتقول إن هي مكتئبة من ساعة ما سامون سابها وما بتخرجش من أوضة الفريم بتاعتها دي. فبتضطر سارة إن هي تروح تقابل نيك، وبيبدأوا يتكلموا عن نفسهم شوية. وبيعرف نيك إن هي بتكتب روايات، فبيجرها بالكلام عشان تتكلم عن روايتها الأخيرة. فقالت له إن البطلة كانت بتحب البطل بس هو خانها، ولما البطل عرفت إن هو خانها واجهته وقطعت له الشك باليقين، فلا بقى عنده شك ولا بقى عنده يقين. فنيك أول ما بيعرف الموضوع ده بيضطر إن هو يستأذن ويمشي، وبتخلص سارة أخيرا من المقابلة دي. ولكنها لما بتطلع بتشوف جي تاني، ولكن المرة دي بيكون بيغني بالجيتار، وبيكون بيغني وبيعزف حلو جدا. فبتتشد هنا لشخصيته أكتر، وبتروح تسأله هو مين. فقال لها إن هو مغني واسمه كودي، وبيغني في المكان ده كل يوم تلات. فسألته عن اللوحات اللي هو كان بيشرحها للناس، فقال لها إن هو ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده أصلا، وإن هي أكيد بتتكلم عن شخص تاني. وبيمشي كودي اللي هو جي وبيسيب سارة في حارتها. فبتقرر سارة إن هي هتكتب عن الشخصية دي، وبتبدأ تجهز روايتها الجديدة. وفي الوقت ده بيكلمها نيك وبيعزمها انهم يخرجوا سوا هو واصحابه. وفي المكان اللي هم خرجوا فيه بتيجي فقرة لمغنية اسمها إيلي، وما بتطلعش مغنية وما بيطلعش اسمها إيلي، ولكنه بيكون برضو جي. وبيبدأ جي يغني أغنية عن الوحدة، وكلماتها بتكون مؤثرة جدا، وكل الناس الموجودين بتتأثر بكلمات الأغنية. وأكتر واحدة بتتأثر هي سارة، وأكتر جزء في سارة بيتأثر هو شفايفها. وبعد ما بيخلص جي الأغنية بتقول له سارة إن الأغنية كانت حلوة، وبتسأله جايب الفستان الحلو ده منين، فمرضيش يقول لها وقال لها دي أسرار. وبيستأذن عشان يمشي، ولكن سارة بتجري وراه وبتقول له خدني معاك. فبيوافق جي بعد ما أصرت عليه كتير، وبيروحوا على حفلة تانية، وبيكون جي هو الدي جي بتاعها، وبيكون دي جي مشهور جدا والناس بتكون مستنياه وبتحبه جدا. وبعد ما الحفلة بتخلص وبيخرجوا من المكان، سارة بتكون مبسوطة جدا وبتعرض عليه ان هي تروح معاه للبيت، لكنه بيقولها مش هينفع وبيسيبها وبيمشي. فجريت وراه عشان تديله الرقم بتاعها وقالتهوله. ولما بتروح سارة بتكلمها كيلي وبتسألها كتبت حاجة في الرواية ولا لا، فطمنتها ان هي بدأت تكتب، وحكت لها عن جي اللي هي مش عارفة اسمه اصلا، ومش عارفة بيشتغل ايه، ومش عارفة هو منين. وبتقول لها ان هي هتخلي الشخصية دي بطل الرواية بتاعتها اللي هي مش عارفة عنها اي حاجة يعني. فكيلي طبعا بتكون متعصبة لأنها كده بتضيع وقت، وبتكون شايفة إن جي ده ممكن يكون متشرد وإن في ناس كتير جدا شبهه. لكن سارة بتأكد لها إن دي شخصية أصلية وما فيش منها اتنين. بعدين بتقفل في وشها عشان تروح درس الكمانجا اللي هي اشتركت فيه. فبتتعصب كيلي عشان هي قفلت في وشها، وبتصعب عليها نفسها. ومش كيلي لوحدها اللي بتصعب عليها نفسها. في تلك الأثناء بيكون جي في الشغل، ولكن المرة دي في دار رعاية للأطفال الأيتام، والأطفال بتكون بتحبه جدا وبتستنى اليوم اللي هو بيجيلهم فيه.
في تلك الأثناء بتخلص سارة درس الكمانجا، وهي مروحة بتقابل سامون حبيبها اللي سابها وراح يتجوز واحدة تانية، فبتستخبى تحت العجلة، ولكن سامون بيشوفها وبيحضنها وبعدين بيقولها إن هي حلوت، وكمان شعرها القصير اللي ما كانش عاجبه طول، فقالت له فعلا حطيت له زيت فطول، هبقى ابعتلك اسمه عشان تحطه منه عشان انت اقرع وكده. فبيقرر ما يجيبش لنفسه التهزيق وبيعرفها على مراته أليجرا، وأليجرا دي بقى هي اللي كانت بتتفرج عليها سارة في الصور مع سامون وبتقول عليها يا اللي هي دي، ما هي الدنيا تشقلب حالها، بقت الست الوحشة تطلع الحلوة لسانها. المهم ان أليجرا بتحرق دمها شوية وبعدين بتمشي هي وسامون لان هي حامل وكده ومحتاجة راحة. في الوقت ده بيجي لسارة اتصال من واحد اسمه ماتيو، هو بيكون من أصول أسبانية ولكنته فيها أسباني، ولكن هو مش ماتيو ومش أسباني، هو جي برضه، وهي بتعرفه من صوته، فقال لها تلبس فستان حلو تستناه في البيت علشان هو عامل لها مفاجأة، فقالت له خلاص ماشي، وبعدين سألته على اسمه فقفل في وشها. وبتروح سارة البيت بعد كده وبتلبس الفستان الأحمر، وبعدين بتسمع أغاني تحت البلكونة، ولما بتبص سارة عشان تشوف مين يا ترى اللي مشغل أغاني أسباني تحت البلكونة بتاعتها بتلاقيه ماتيو اللي هو جي اللي هي ما تعرفش اسمه. وبياخدها بعد كده جي وبيروحوا صالة رقص وبيفضلوا يرقصوا ويطلعوا الطاقة السلبية والإيجابية اللي جواهم لحد ما بيفرغوا كل الطاقات الإيجابية والسلبية اللي جواهم، وبعد كده سارة بتاخده وبتروح على البيت. وبعد مرور 12 ساعة كلام على السرير بتاع سارة بتقرر سارة تسأله تاني انت اسمك ايه وحكايتك ايه، فجي قال لها ان اسمه ماتيو وان هو مهاجر للشرعي ومن أصول أسبانية، ولكن القصة دي ما بتخش دماغ سارة وبتحس ان هو كداب، فبتتعصب وبتقول له ما ينفعش يبقى بقالك 12 ساعة نايم على المخدة بتاعتي وما اعرفش اسمك ايه، وبتطرد ورا البيت. وبعد مرور كام يوم واثناء ما ساره قاعده سرحانه كده بيجي لها واحد وبيقول لها ان هو اخو جي، واخو جي ده بالمناسبه تاجر مخدرات يعني، فبيعرفها على نفسه وبيقول لها ان هو اخو جي، وجي هو اللي بعته عشان يجاوبها على كل اسئلتها، فبيقول لها ما تتعبينيش معاكي كده وفتحي مخك عشان الموضوع يعني طويل وانا ما عنديش وقت. فقالت له وراك حاجه يعني؟ قال لها مش انا تاجر مخدرات يعني ممكن يتقبض عليا في اي وقت. وبدا بعد كده يحكي لها القصه، فقال لها ان هو وجي وكان معاهم بنت كمان اخوات وفي 2 اتبنوهم، ولكنهم كانوا مدمنين وكانوا بيشربوا خمر على طول، وهم اساسا كانوا متبنيينهم عشان الفلوس اللي تيجي من وراهم لان الدولة بتصرف لكل طفل فيهم فلوس. ففي يوم واثناء ما اختهم كانت بتلعب جنب الشباك وقعت من الشباك، وللاسف اختهم دي ماتت، وجي كان معاها في نفس الدور وابوه وامه كانوا تحت، وابوهم وامهم اللي اتبنوهم حملوا جي المسؤولية، ومن ساعتها وهو مش عايز يعيش بشخصيته ابدا، وكل يوم عايش بشخصية عشان ما يفتكرش ان هو جي. وبعد ما اخو جي بيشرح لها الموضوع بتقرر ان هي تروح له، والمرة دي بيكون في مكان ومتقمص شخصية شاعر، وبتقعد سارة تسمع الشعر اللي هو بيقوله وتقريبا بيعجبها وتقدر تستنتج ده من تعبيرات شفايفها. وبعد ما بيخلص جي بينزل يقعد معاها وما بيكونش عايز يتكلم معاها، وهي بتحاول تفتح في الكلام لحد ما بيجي الجرسون وبيوقع عليها المشروب، فبتضطر ان هي تستأذن وتروح الحمام. فبيقعد جي سرحان شوية كده لحد ما بيجي لها رسالة على التليفون، وبتكون الرسالة دي من كيلي، وبيكون الكلام اللي بينهم على جي، وبيفتح بعدها دفتر الملاحظات بتاعتها وبيلاقيها كاتبة قصة حياته، فبيفهم هنا ان هي قريبة منه عشان تكتب الرواية بتاعتها عنه، فطبعا بيزعل وبيمشي. وبتفوت فترة بعد كده سريعة على سارة وعلى جي كمان، وبتحاول سارة تدور عليه عشان تفهمه الحقيقة في كل مكان راحوا قبل كده مع بعض ولكن مش بتلاقيه، لحد ما في يوم بتعرف ان اخوه اتسجن، فبتروح له السجن وبتعرض عليه ان هي تدفع له الكفاله في مقابل ان هو يخرج من السجن ويوديها لجي، فبيضطر ان هو يوافق على العرض بتاعها لان الواد اللي مسجون معاه في نفس الاوضه في حد لعب في الاعدادات بتاعته وهو صغير، فبتدفع له الكفاله فعلا وبتخرجه وهو بيوديها لجي، والمره دي بيكون عامل فيها انسان آلي وبياكل الحمام، فبتروح ساره وبتحاول تتكلم معاه وتفهمه ولكنه ما بيسمعهاش وبيسيبها وبيمشي، فبتقعد سارة تفكر في طريقة تخليه يتكلم، فبتروح يوم التلات في نفس المكان اللي المفروض هو يغني فيه، وبتبدأ سارة تغني نفس كلمات الأغنية اللي هو كان بيغنيها وبنفس طريقته وبنفس اللحن تقريبا، وبتقدم نفسها للناس باسم تاني غير اسمها زي ما هو بيعمل، فالموضوع ده بياكل مع جي وبيبدأ أخيرا يفك ويفرفش وبيخرج من حالة الاكتئاب بتاعته، وبعد ما بيخلصوا الأغنية وبتعجب الناس بيبدأوا يتمشوا مع بعض، فبتقول له سارة إن هي فاهمة حزنه وإن هو بيعمل كل ده عشان هو فعلا حزين وزعلان على موت أخته، ولكن ده ما كانش ذنبه، وبتطلب منه إنهم يبدأوا يتعرفوا على بعض من الأول زي البني آدمين الطبيعيين، وبتقوله إن اسمها سارة وبتستنى يرد عليها ولكنه ما بيردش برضه، فبتحس سارة بالياس وبتمشي، ولكن قبل ما تمشي بينده عليها وبيقول لها إن هو اسمه جي، وبكده بيكون جي خلاص اتعالج على إيد سارة وبيخلص الفيلم.